السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد جوج بيتزات بحجم عائلي. الاولى بالصلصه ديال الطماطم وبالطونه، والثانيه بالصلصه البيضاء وبالدجاج. ولكن العجينه ديالهم خطيره وغادي تعجبكم، غادي تجيكم بحال ديال المطاعم، وخا ديروها رقيقه غادي تجيكم رطبه، وغادي نعطيكم جميع الاسرار. حيت البيتزا هي الفران، الا خديتوا الاسرار ديال الفران غادي تنجح معكم ان شاء الله البيتزا. وكنتمنى تشجعوني بلي لايك واشتراك في القناه عالم سعاد والبارطاج كيف ديما مع الاهل والاحباب ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. غادي نبداو ان شاء الله بالعجين. عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، يعني 6 الكيسان ديال العنبه، شويه ديال الملحه، معلقه ديال السكر. عندنا واحد الكاس ديال الياغورت طبيعي من وزن 110 غرام. هاد الكاس هو اللي غيخلي لنا هاد البيتزا تجيكم رطبه. اللي ما كتصدقش ليه غادي يدخل فيه هاد الكاس ديال الياغورت وغادي تصدق معاه زوينه بزاف. غادي نديرو تقريبا واحد المعلقه كبيره ممسوحه ديال الخميره اللي كتوزن 10 غرام. وغادي نديرو بطبيعه الحال زيت الزيتون اولا الزيت العاديه اللي بغيتو. غادي نديرو واحد 4 المعالق. وبالنسبه لهاد العجين وغادي نديرو شويه ديال الزعتر اللي محكوك شويه. بالنسبه لهاد العجين غادي تقدكم في 3 البيتزات اللي حجم كبير. انا وحده ما بينتهاش لكم، ولكن بينت لكم جوج وحده خليتها. غادي نديرو الماء دافي. درت الكاس الاول عطيتكم، نعطيكم حتى العبار بالكاس ديال العنبه. غادي نضيف الكاس الثاني. وبالنسبه للعجانه كتعجن في الاول بشويه حتى كينسجموا العناصر، ونقدروا نزيدوا شويه في السرعه ولكن ماشي الاقصى حد ديال الماكينه. صافي ملي كنحس بالعجينه بانها تعجنات، اول سر من اسرار البيتزا ما خصهاش تكون قاصحه نهائيا. وباش نعطيكم يعني حتى بالنسبه للدقيق، حيت انا ما كنديرش اشهار، ولكن كنبغي نعطي البنات المبتدئات باش يديروا داك القياس هو هذاك. انا دابا هزت ليا 2 كيسان من كاس العنبه الماء دافي. غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه اسفل هذا الفيديو. والطحين كما قلت لكم 600 غرام، يعني 6 الكيسان اولا 6 الكؤوس ديال العنبه. صافي كنشد العجين ديالي كما شفتوها، ماشي خفيفه بزاف ولكن ماشي قاصحه. بالنسبه للدقيق اللي استعملت في هذه العجينه باش يمكن لكم ديروه، استعملت تريه. هذا ماشي اشهار ولكن حيت البنات كيبغيو يعرفوا. صافي كنخليها تختمر وغادي ندوزو لاصوص. هاد لاصوص غادي نديرو متكون من 3 المطيشات، واحد الخيزويه صغيره ماشي بزاف، وبصيله صغيره. كنشد هذيك المطيشه، 3 المطيشات كنقطعهم، كنقطع داك المعدنوس هو. غادي ناخذ واحد المقله وكندير فيها 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. كنحك ديك الخيزو وديك البصله حتى هي، وعندي واحد 2 دروس ديال الثومه، يعني بصله صغيره. وبالنسبه لهاد الصلصه اللي غادي ندير، غادي تقدنا بجوج ديال بيتزات كبار. يعني غادي نعطيكم القياس ديال هادوك اللاطات اللي استعملت. كنضيفوا شويه الملحه وكنخليو البصله والخيزو والثومه كيتشحروا مزيان. يعني داك الخيزو حتى كيطلق داك اللون ديالو وكيدبال وكيمشي. صافي ملي كنحسوا به بانه تشحر غادي نضيف هذيك المطيشه، 3 الحبات ديال المطيشه اولا الطماطم وشويه ديال المعدنوس. صافي وباستمرار كنبقاو نحركوا في هاد الشيء واحد المده ديال تقريبا 15 دقيقه على نار مهيله. من بعد كنضيفوا شويه ديال الزعتر. هاد الصلصه زوينه
يمكن لكم ديروها البيتزا، يمكن لكم ديروها لي بات، جميع المعجنات غديروها، يعني زوينه وكتجي بنينه بنينه بزاف. كنحيد دوك العواد ديال سميتو كاع الزعتر. المهم كنبقى نشحر في هاد المطيشه حتى كتنزل. ملي كتنزل على هاد الشكل غادي نضيف ليها واحد الكاس ديال الماء، يكون طايب من الاحسن، ولا كان بارد ماشي مشكل، بحال بحال. المهم لا كان طيب دغيا نسرعوا في هاد الطبخ، دغيا كترجع تتبقى ديك الحراره ديال هاد المقله، بحال ما كنضيعوش الوقت. صافي وغادي نطفي عليها. صافي غادي ندوزها للطحان، الخلاط الكهربائي، غادي نطحنها مزيان، ومن بعد غادي نرجعها لهاد هاد المقله فاش كانت. البنات تقدروا تزيدوا واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك، اولا واحد 2 معالق ديال الكيتشوب. بالنسبه للحشوه عندنا نص فلفله خضراء، بصله صغيره تماما، علبه ديال الطون وشويه ديال الزيتون. هادشي اللي عندنا في هاد الحشوه. قطعناهم. بالنسبه لنص فلفله درت الربع ديالها كما شفتوا، يعني راه كافي. غادي نديرو واحد حشوه وحده اخرى. هاد الحشوه فيها تقريبا 3 المعالق كبار ديال الزيت في المقله، وكنضيف ليها الدجاج تقريبا واحد 250 غرام ديال الدجاج، وكنضيف ليهم واحد 2 دروس ديال الثومه، وكنبقى نشحر في الدجاج مقطع قطع صغيره. كنضيف ليه الملحه، كنضيف راس المعلقه ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اولا الابزار. صافي وكنضيف شويه ديال التحميره ماشي بزاف. صافي وكنخلط مزيان، وكنضيف ليه شويه ديال المعدنوس. صافي وكنطفي عليه النار. صافي وكنخليه حتى كيبرد. غادي ندوزو للعجين ديالنا كما شفتوا، خمرات وضاعف الحجم ديالها. كنحيدها وكندير شويه ديال الزيت في يديا. في الاول قسمتها على 2 ولكن جاوني كبار، غادي يجيو غلاط في اللاطه. من بعد قسمتهم على 3 باش غادي نقرصوهم ويجيونا حرشين. غادي نديرو ليهم شويه ديال السميده الرقيقه. بالنسبه للعبار ديال هاد البيتزا اللي قدمت لكم اليوم، 40 على 31، يعني جاوني 3 البيتزات. بيتزا وحده اخرى راه ما وريتهاش لكم، يعني درتها بشكل مغاير. بقى ليا الصوص من هاد لاصوص ديال المطيشه درتو فيها، ولكن درتها بشكل اخر. كما شفتوا رقيقه قرصتها وكتجي حرشه مع السميده الرقيقه. ها نتوما كما شفتوا كنبقى مازال كنقرص. كون ما هي جات رقيقه كون ما كان البيتزا كتكون زوينه. صافي قديتها، جبت واحد الفرشيطه تقبتها عده ثقب. هذه البيتزا الاولى درت فيها هذه الكريمه تتكون شويه ثقيله، علبه صغيره. صافي درت شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود بالنسبه للكريمه، ومن بعد كندير هذا الفرomage
الفرماج كيبقى على حسب الذوق، تقدروا تكثروا وتقدروا تقلوا. وبالنسبه للفرماج تقدروا ديروا الفرماج اللي تتبغيو، الفرماج الحمار، حنا اغلبيه كنديروا الفرماج الحمار. صافي وكنضيف الدجاج، كنشعل الفران حتى كيسخن. السر ديال البيتزا باش طيب لكم مزيان هي الفران خصو يسخن ويسخن مزيان. ملي كيسخن مزيان غادي نشعل. انا بالنسبه ليا عندي داك البروغرام ديال البيتزا، كنشعل البيتزا صافي كنخليها كطيب تقريبا بحال هاد البيتزا كبيره كطيب تقريبا في 15 دقيقه. الا كانوا صغارين كيطيبوها في 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. هذه البيتزا الثانيه هذه قرصتها كيما درت الاولى. صافي وزعت عليها ديك الصلصه ديال الطماطم، كنضيف الفرماج على حسب الذوق ديالكم. صافي وهاد العلبه ديال الطون صفيت منها الزيت من طبيعه الحال. صافي ومن بعد كنجيب داك الزيتون مقطع الاسود، والبصيله حتى هي مقطعه قطع رقيقه، والفلفله كذلك. صافي حتى هي كنديها على فران مجهد. الزعتر راه نسيتو تتخرج، ومن بعد نديرها غادي نقطع الاولى كما شفتوا. المهم هذه درتها لكم بينتها لكم اختيار لا بغيتوها. هي كتجي لذيذه بزاف، ولكن اغلبيه كيبغيو ديال الصلصه ديال الطماطم. هذه من باب اختيار وصافي، ولكن ما نقولش لكم كتجي زوينه. كما شفتوا راه كتجي رطبه، ما كتجيش قاصحه ولا يابسه ولا شي حاجه، كتجي فنه ولذيذه بزاف. هذه هي الثانيه من بعد ما خرجتها، هي جلسات ماشي بزاف، غادي نعاود ندير فيها شويه ديال الزعتر ونقطعها. راه كتجي حتى هي رائعه بزاف. وبالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم راه تبارك الله، راه الخير والبركه. راه نقدروا نديروه الا كانوا جايين عندنا الناس زعما تحمر الوجه، نديروا بزاف الانواع بحال 3 كل وحده بنوع، وكتحطوا كتجي حطه زوينه. وبالصحه والراحه. استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.